الخمس حاجات اللي عجبتني في العربيه، اول حاجه المنظومه، الموتور ال 1600 تربو، ال 215 حصان وال 300 نيوتن متر تورك، والفتيس الثمان نقلات الايسن، اديله 9 من 10. اول حاجه السوفت وير بتاع الشاشه. السوفت وير بتاع الشاشه انا شايفه محتاج يتغير شويه، يعني شوفوا له حل. هو مش بطيء ولا حاجه، بس يعني في احسن من العربيه دي في السفر هتبقى حلوه جدا. ليه؟ عشان المنظومه اللي فيها قويه مريحه في طرق السفر، مش هتحتاج بقى تدوس بنزين جامد عشان تجيب مثلا السرعه اللي انت عايزها على طريق سفر. فعربيه مريحه، عفشه بتاعتها مريحه ناعمه. خلي بالك ما قبل الفيس ليفت كان بيجي بموتور تاني بمنظومه تانيه 165 حصان، وبيجي بفتيس 6 نقلات. الشنطه بتفتح، احلى حاجه فيها ان هي بتفتح ايزي اكسس، بس هي ما فتحتش، بس نجرب تاني. النهارده بجرب عربيه جديده فرنسيه وتعتبر فاخره، لاكجري كار من براند دي اس. العربيه اللي بنجربها النهارده هي الدي اس 7 الفيس ليفت. العربيه اللي معانا دي بتنزل فئتين، الفئه الاولى ب 2 مليون 400 والفئه الثانيه ب 2 مليون 800. العربيه النهارده بتاريخ 27/4 عليها عروض، هقول لكم العروض في اخر الفيديو. والفئه اللي احنا بنجربها النهارده هي الفئه الثانيه اللي هي ريفولي، اللي هي ثمنها 2 مليون 800. الدي اس 7 الفيس ليفت اختلفت في ايه؟ اختلفت في حاجات بصراحه كتير جدا. اولها المنظومه اللي موجوده في الدي اس 7 الفيس ليفت بقت اقوى بكتير. المنظومه اللي قبل كده اللي كانت موجوده في الجيل الاول الدي اس 7 هي جيل واحد، وده الفيس ليفت بتاعه. البري فيس ليفت كانت بتنزل 165 حصان، ولكن الفيس ليفت الجديده بتنزل 215 حصان. في فرق كبير جدا في المنظومه اللي موجوده في الفيس ليفت. كمان الفتيس الست نقلات اتغير بقى 8 نقلات، والفتيس اللي فيها هو 8 سرعات من ايسن. كمان العربيه اختلفت في الفيس ليفت في الفوج لايت، سموه بقى فوج لايت عشان زمان كان نازل كده شرطه واحده، خط واحد، هنا دلوقتي بقى عندك 5 خطوط. كمان هتلاقي الشبكه اتغيرت وشكل العربيه بقى احلى بكتير. الفيس ليفت بقى اختلفت ايه عن البري فيس ليفت؟ من الجنب مش هتلاقي غير الجنط هنا بيجي 19 وكله اسود. والعفشه في الدي اس 7 الجديده هتلاقي قدام ماكفيرسون وورا مالتي لينك، والجنط اللي بيجي فيها 19. كمان الاختلافات في الفانوس الخلفي، هتلاقي الفانوس الخلفي اختلف تماما، بقى فيه سيلفر مع احمر وشكله جامد جدا. ومن وجهه نظري دي اس دايما مميزه بالتصميم الخارجي وبالذات الفوانيس. كمان العربيه بتيجي بفتحات شكمان حقيقيين، وكمان بتيجي بكاميرا خلفيه وسنسور خلفي. المنظومه اللي بتيجي في الدي اس 7 الجديده 1600 تربو 4 سلندر، بيقدر يطلع 215 حصان و300 نيوتن متر تورك. الفتيس اللي فيها ايسن 8 نقلات، وتانك العربيه 62 لتر، ووزن العربيه طن ونص. هنجرب دلوقتي الدي اس 7 الجديده تجربه قياده، واول حاجه هجربها معاكم وهي التوجيه. العفشه هنا بتيجي قدام ماكفيرسون وورا مالتي لينك، وبتيجي بجنط 19. العربيه كانت معايا طبعا فتره كبيره وكنت مجربها، بس انا عايز اجربها معاكم عشان عايز اوريكم توجيه العربيه دي بصراحه حلو جدا. تعالوا كده نخش. ادي الملف، احنا ماشيين على 54. خلينا ندوس شويه كده نشوف هات اوفر او هات اندر ستير. بصراحه عربيه ماسكه، وعن تجربه بقالي 5 ايام العربيه في التوجيه حلوه جدا، اديها 9 من 10. كمان العفشه هنا هتلاقيها ناعمه، يعني هجرب لكم دلوقتي حته كده، في حته انا حافظها في الطريق هنا بيبقى فيها حته الارض نازله شويه وفيها حته مكسره. خلينا نجربها مع بعض، ونجرب كمان الملف التاني. احنا طلعنا الملف الاولاني وهننزل النزله التانيه، نجرب شويه، نزود شويه السرعه ونشوف اداء العربيه برضو تاني. ادي ده ملف تاني، وفي حته هنا نازله انا هضطر اخدها عشان اتست معاكم. هي دي، هي اهي العفشه. انتوا هتحسوا ان انا طلعت ونزلت، بس انا ما حسيتش بالحته دي. يعني خلي بالكم انا بجرب عربيات كتير على نفس الطريق، فانا حافظ العربيات التانيه بتعمل ايه. بصوا الحته دي برضو تاني ناعمه، العفشه ناعمه جدا. فحته العفشه برضو في حته مكسره، خلينا ناخدها. عفشه مريحه، وكمان جنطه 19 اللي فيها كويس ان هم حطوا فيها 19 ما حطوش فيها 20 عشان يبقى مفيش دبدبه كتير. فالعفشه والتوجيه نديله 9 من 10. تاني حاجه هنجربها في العربيه هي مستوى العزل. مستوى العزل هنا متوسط، مش اقوى حاجه ومش اوحش حاجه، اديله 7 8 من 10. صوت الهواء مش جامد قوي على السرعات برضو، خلينا نجرب.
جابت 100. العزل الهواء كويس. خلينا برضو كده نفتح الشباك، بس انا مش عارف افتح الشباك عشان الكاميرا، بس افتح لكم الشباك اللي هناك. ده الصوت كده لو سامعين، وكده اول مقفل. فالعزل اديله 7-8. دلوقتي عايزين نجرب اداء العربيه. العربيه بقى لها معايا 5 ايام زي ما بقول لكم. اكتر حاجه عجباني في العربيه هي المنظومه. الموتور ال 1600 تربو ال4 سلندر اللي بيطلع 215 حصان و300 نيوتن متر تورك، ولو قارنتها بالمنافسين هتلاقي ان هي من اقوى المنظومه اللي موجوده في المنافسين. طبعا بتيجي بفتيس ايسن 8 سرعات. خلي بالك ما قبل الفيس ليفت كان بيجي بموتور تاني بمنظومه تانيه 165 حصان وبيجي بفتيس 6 نقلات. فالتغير اللي حصل في الفيس ليفت في منظومه يستاهل ان انت تفكر في العربيه الفيس ليفت الدي اس 7 الجديده. خلينا كده نجرب بقى الاداء بتاع العربيه. خلينا ندوس. استجابه سريعه جدا. هي بس بنهدي، انا ما بعديش ال 120 دايما في فيديوهاتي، ما بعديش ال 120 عشان سلامتي وسلامه الغير. خلينا برضو كده ندوس تاني. عربيه قويه، منظومه قويه جدا. الفتيس الايسن ال8 نقلات حلو. خلي بالك الايسن ال8 نقلات يعتبر ما فيهوش مشاكل، ما حدش اشتكى منه. الايسن ده بيركب في عربيات تانية، يعني بيركب في السكودا، ساعات بيركب في بعض الموديلات من فولكس فاجن جروب. فالايسن معروف ومتعارف عليه وما فيش منه اي مشاكل. حاجه كمان لاحظتها ان العربيه على الطريق السريع، العربيه طول ما انت دايس بنزين وحتى مش دايس قارص، بسبب الهورس باور بتاعها ال 215 هتلاقي العربيه بتجيب سرعات، مثلا تلاقيك مثلا فجاه ماشي على 120 فجاه وانت سايب رجليك على البنزين. فالعربيه دي في السفر هتبقى حلوه جدا. ليه؟ عشان المنظومه اللي فيها قويه مريحه في طرق السفر. مش هتحتاج بقى تدوس بنزين جامد عشان تجيب مثلا السرعه اللي انت عايزها على طريق سفر. فعربيه مريحه، عفشه بتاعتها مريحه ناعمه. الاداء قلت اديله 8-9/10. دلوقتي عايزين نجرب الخامات الداخليه. هنا هتلاقي سوفت تاتش، هنا هتلاقي فيه حته بلاستيك صغيره، بعد كده هتلاقي جلد. تمام، نفس الجلد، مش عارف نفس الجلد اللي هنا ولا لا، اظن ممكن ونتاكد. هنتاكد من ده، بكتبوا لي في الكومنتس وانا هتاكد. هنا في سوفت تاتش بلاستيك صغير في الحته دي. هل بيعمل صوت؟ ثانيه واحده، هل بيعمل صوت ولا لا؟ صوت خفيف هنا من الحته دي. هنا برضو في صوت خفيف. فالخامات الداخليه هتلاقيها هنا كمان في سوفت تاتش. هنا بس هتلاقي فيه بلاستيك، بس بقيه الخامات بريميوم. وطبعا الساعه دي جامده جدا، دور العربيه بتفتح ولما بتقفل العربيه بتنزل تاني تخش جوه الطابلو. فالخامات هنا طبعا انت راكب عربيه لاكجري، تعتبر دي اس، يعني عربيه فرنسيه فاخره او لاكجري كار لبراند فرنساوي. دلوقتي هنجرب التسارع بتاع الدي اس 7 من 0 ل 100. خلينا نشوف العربيه هتعملها في كام ثانيه. يعني كده نجرب. بصوا، خليني اقول ان هي في التسارع لما بتدوس شويه المواتير كلها بتاعت، خلينا اقول مواتير الفرنسيه عامه اللي هي بتكون بتطلع هورس باور عالي، دايما بيبقى فيها سنه انت سامع صوت الموتور ملاحظ. يعني انتوا خدتوا بالكم دلوقتي صوت الموتور ملاحظ جوه. التسارع بتاعها حلو، استجابه الفتيس حلوه. خلي بالك العربيه برضو 1.5 طن برضو على الحجم ده وعلى المنظومه اللي فيها، فادائها كويس جدا. خلينا نتكلم على السيفتي فيتشرز الموجوده في العربيه. العربيه فيها 6 ايرباج، فيها اي بي اس واي بي دي واي اس بي، فيها تاير بريشر مونيتورنج سيستم، فيها حساس امامي وحساس خلفي. كمان العربيه بتيجي بكاميرا خلفيه، ولكن هم عاملين حاجه كده بيخلوها 360. انا ما حبيتهاش قوي، كنت حابب ان يبقى في كاميرات في المرايات وفي كاميرا قدام، في رادار قدام، بس ما فيش كاميرات في الجناب. بس هم عاملين طريقه ما، تكنولوجي ما، ان هو بيستخدم الكاميرا الخلفيه وبيعمل لك 360. انا ما حبيتوش قوي عشان اكون معاكم صريح. بتيجي كمان فيها تحذير من التصادم، تحذير مش ان هو بياخد كنترول. وهي العربيه فيها كروز كنترول.
طبعا فيها بلايند سبوت ولين كيب اسيست، واللين كيب اسيست هنا عنيف شويه، يعني لو انت مشغله هو هيرجعك الحاره غصب عنك. خلينا نتكلم على التجهيزات الداخليه. هنا في شاشه 12 فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو. السوفت وير بتاعها انا ما انبسطتش منه، دي حاجه من الحاجات اللي انا ما عجبتنيش في العربيه. السوفت وير محتاج يتغير، او لو حد فاميليار مع السوفت وير اللي هو الشركات الفرنسيه هيعرف يتعامل معاه، بس انا بصراحه حسيته صعب شويه في التعامل. بس الشاشه الريزوليوشن بتاعها حلو، السطوع بتاعها حلو، الكواليتي بتاعتها حلوه جدا. حاجه تانية ما عجبتنيش الشورت كاتس اللي تحت دي. الشورت كاتس اللي تحت دي مثلا لو انا بعمل اي حاجه في الشاشه ممكن ايدي كده مثلا، انا بعمل حاجه وايدي تخبط كده اروح مشغل التكييف وانا مش واخد بالي. فالشورت كاتس التاتش دي طبعا شياكه وحاجه حلوه وحاجه لاكجري، ولكن ساعات كنت بغلط واروح دايس عليها بالغلط. ممكن مع التعود اخد بالي، بس بصراحه يعني برضو دي حاجه من الحاجات اللي ما عجبتنيش. طبعا هنا في شاشه بتجي لك 12 والسطوع بتاعها كويس والثيم بتاعها شويه فرنسي برضو، فدي برضو من الحاجات اللي انا مش متعود عليها. ما تقدرش تاخدها كعيوب، بس انا واحد مش متعود عليها. العربيه بتيجي فيها بانوراما، والبانوراما يعني انا مش عارف افتحها عشان الكاميرا، بس هي بتيجي فيها بانوراما وبتتفتح. التكييف هنا بصراحه من اكتر الحاجات اللي عجباني في العربيه. التكييف هنا ممكن من اكتر العربيات اللي انا جربتها تكييفها تلاجة. عربيه بتقدم منظومه تبريد حتى في الكراسي. الكراسي هنا مساج وتبريد وتسخين. التبريد هنا في الكراسي جامد جدا. فلو التكييف نديله 9 من 10 برضه، مع ان كان نفسي اديله 10 من 10، بس 10 من 10 دي صعبه قوي، صعب ان انا ادي عربيه 10 من 10، فخلينا نقول التكييف 9 من 10. طبعا العربيه ثابته، يعني طول ما انت ماشي حتى على سرعات عربيه ثابته، مفيش جو بقى عربيه تيجي من جنبك فتروح مطلعاك بره اللاين، لا، عربيه قويه، عربيه تقيله ماسكه نفسها. خلينا دلوقتي نجرب. العربيه فيها 3 وضعيات، فيها سبورت، وفيها السبورت العربيه كلها بتقلب احمر، وفيها نورمال، وفيها ايكو. خلينا برضو نتكلم على استهلاك البنزين. استهلاك البنزين هنا الارقام الرسميه هتلاقيها من اول 7 وشويه لحد 9، ده عن تجربه يعني. الارقام اللي استغلتها معايا من 8 وشويه لغايه 9، ممكن تزيد لو قرصت جامد، بس كعربيه استهلاكها مش فظيع يعني. على الموتور اللي فيها بالهورس باور اللي بيطلعه العربيه استهلاكها مظبوط، خلينا نقول مظبوط. ولا بتستهلك بنزين عالي قوي ولا قليل قوي، بتستهلك في الحد المسموح ليها ان هي تستهلك. خلينا نجرب السبورت. هي كده نجرب استجابه العربيه على السبورت. طبعا هي سقطت نقله اول ما دوست كيك داون. انا 120 وما بزودش زي ما قلت لكم، بس استجابتها سريعه جدا. عربيه على السبورت قويه. الفكره بس في صوت الموتور. صوت الموتور بيعلى مع عدد اللفات، بيبقى صوته عالي. عزل صوت الموتور مش احسن حاجه، عشان نقول كلمه حق. حاجه من الحاجات برضو اللي انا حسيتها هنا الزراير. برضو الزراير هنا شكلها جامد جدا، بس انا مش متعود. العربيه دي لو حد ركب عربيات فرنساوي قبل كده هي كلها بيفتحوا زراير الازاز. كل العربيات من هنا، لا هي الفرنساوي كله من هنا. فلو حد متعود على الفرنساوي هينبسط، بس لو حد مش متعود على الفرنساوي هيتعب. خلينا نقول 5 حاجات عجبتني في العربيه و5 حاجات ما عجبتنيش في العربيه. ال5 حاجات اللي عجبتني في العربيه، اول حاجه المنظومه. الموتور ال 1600 تربو، ال 215 حصان وال 300 نيوتن متر تورك، والفتيس ال8 نقلات. الايسن اديله 9 من 10. فتيس حلو، منظومه حلوه، بتقدم اداء قوي ورياضي وفي نفس الوقت. تاني حاجه عجبتني العفشه مريحه جدا، ناعمه في التوجيه، كويسه جدا. تالت حاجه عجبتني في العربيه مستوى الخامات طبعا في العربيه، واماكن التخزين. يعني عندك دي كده، دي انا حاطط فيها شنطتين كبار، وعندك اماكن تخزين هنا، وعندك هنا وايرلس تشارجنج، وعندك في الباب هنا مكانين. عندك بس اللي هنا دي صغيره، دي الوحيده صغيره، ولكن لو خدتهم كمساحه تخزين كامله بصراحه مساحات التخزين حلوه في العربيه. رابع حاجه عجبتني في العربيه هي الساعه اللي بتطلع دي، مميزه جدا. كمان الستارت انجن اللي في النص ده مختلف تماما، فدي حاجه من الحاجات اللي عجبتني
خامس حاجه عجبتني هو الكرسي. كرسي جلد نابا، وفي مساج تبريد وتسخين. انت مش هتستخدم التسخين قوي، بس هتستخدم التبريد، بالذات ان احنا في درجات الحراره العاليه دي. وزود على الخمسه استهلاك البنزين. استهلاك البنزين بتاعها كويس في المتوسط. هقول بقى 5 حاجات ما حبيتهمش في العربيه. اول حاجه السوفت وير بتاع الشاشه. السوفت وير بتاع الشاشه انا شايفه محتاج يتغير شويه، يعني شوفوا له حل. هو مش بطيء ولا حاجه، بس يعني في احسن من كده. تاني حاجه ما حبيتهاش في العربيه الشفتات. الشفتات هنا ثابته مش بتتحرك مع الطاره، فلو انت دلوقتي جاي مثلا بتلف او بتغير حاره او حاره مش هيتحركوا معاك. فدي بصراحه كانت علامه استفهام بالنسبه لي. ليه؟ تالت حاجه ما حبيتهاش في العربيه او كنت شايفها ناقصه في العربيه هيد اب ديسبلاي. كنت شايف فئه زي دي بالتجهيزات دي كلها، بانوراما وشاشه وحركات وشقاوه. فين الهيد اب ديسبلاي؟ كان لازم يبقى فيها هيد اب ديسبلاي. رابع حاجه ما حبيتهاش في العربيه الشورت كاتس. شورت كاتس ساعات وانا بستخدم الشاشه كده بروح دايس عليها بالغلط، وهي كمان تاتش، فساعات ما بتاخدش بالك. ساعات بتفتح التكييف تقفل التكييف وانت مش واخد بالك. اخر حاجه ما حبيتهاش في العربيه هو مكان الوايرلس تشارجنج. مكانه حلو، ولكن المكان اللي هو بتحط فيه الموبايل اوسع من الموبايل بحبه حلوين. لو انت مثلا حاطط الموبايل ممكن تلاقي الموبايل اتزحلق وما بقاش بيشحن. دي حاجه من الحاجات برضو اللي انا ما حبيتهاش. في الاخر خالص انا بصراحه شايف العربيه حلوه، بتقدم اللي هي عايزه تقدمه. هي بتقدم ايه؟ هي بتقدم اداء قوي، بتقدم خامات بريميوم، بتقدم شكل خارجي جامد، شكلها من بره جامد جدا وملفت ومميز. كمان عايز احط لكم هنا جدول الصيانات بتاعه العربيه. بصراحه لما بصيت على الجدول بتاع الصيانات شفتها ان هي صيانتها مش غاليه، صيانتها في المتوسط. بس الفكره الوحيده بس انا ما اعرفش قطع الغيار نظامها ايه. يعني محتاج اسال هل قطع الغيار متوفره ولا لا، بسهوله بسرعه ولا لا. اخر حاجه اعاده البيع. اعاده البيع بتاعت العربيه هي لاكجري كار، فبتتعامل معامله اللاكجري كارز مثلا زي اودي من في دبليو جروب، هي اللاكجري براند لفي دبليو. فبرضو اعاده البيع بتاعتها ما بيكونش احسن حاجه. فبرضو هنا في الدي اس اعاده البيع مش هتكون احسن حاجه. عايز اجرب معاكم تاني اداء العربيه. عربيه قويه، بس خلي بالكم موتورها 215 حصان، ده مش هتلاقيه في المنافسين. فبصراحه العربيه دي تتفوق في الاداء في حته المنافسه. يعني لو جيت دلوقتي تقارن بقى ما بين المنافسين، هي المنافسين بتوعها ايه؟ اودي كيو 3، ايه تاني منافس؟ بصراحه مش هدخل التوسان ومش هدخل التيجوان. ممكن ادخل التيجوان، ممكن ادخل الكوبرا، ولكن صعب ادخل التوسان وصعب ادخل الكاشكاي عشان ده لاكجري براند. فلو جيت مثلا كلمت مثلا على نيسان ممكن تدخل انفينيتي، تدخل الحاجات اللاكجري بتاعت نيسان. فبس ان انت تدخل مقارنه لاكجري براند مع عادي براند مش لاكجري مش فاخر، مش معنى كده ان انا البراندات التانية وحشه، لا انا بتكلم على الفاخر زي مثلا اودي، رولز رويس من بي ام دبليو. فمش عايزين نقارن حاجات ملهاش دعوه. هي ممكن تكون داخله في منافسه مع كيو 3. كيو 3 دي الموتور اللي فيها اقوى من الكيو 3، بس ممكن كيو 3 تبقى فيها مميزات تانية. طبعا حاجات برضو مميزه في العربيه هي السماعات الفوكل. السماعات دي بتنزل في العربيات اللاكجري برضو من المصنعين الفرنسيين. سماعات الكواليتي بتاعتها كويس، الصوت بتاعها كويس، نقائه حلو جدا. كمان من الحاجات اللي عجبتني المساحات اللي ما بين المحرك والفتيس والاجزاء بتاعت العربيه واسعه ومريحه. يعني لو حد بيصنع العربيه دي هتبقى بالنسبه له سهله. كمان اللي انا خدت بالي منه ان البطاريه قدام، مع ان في مصنعين تانية بيحطوا البطاريه ورا عشان يفضوا مكان هنا، فهي البطاريه قدام وفي مساحات كويسه جدا. كمان عايز اوريكم مفتاح الدي اس 7. بص كده. كمان عايز اوريكم الشنطه بتفتح. احلى حاجه فيها ان هي بتفتح ايزي اكسس، بس هي ما فتحتش، بس نجرب تاني. الشنطه كهرباء، بتفتح وتقفل كهرباء، وكمان ممكن تقفلها من هنا وممكن تقفلها من المفتاح. كمان الشنطه هتلاقيها فيها 12 فولت، هتلاقي فيها هوايات تكييف وده مميز جدا، وهتلاقي فيه اماكن تخزين.
والعربيه بتيجي فيها ستيب. كمان الشنطة هنا مساحتها كبيرة 555 لتر، ولو تنيت الكراسي تديك 1752. خلينا نتكلم على المساحات الداخلية. لو جينا خدنا ازازة مية كبيرة في التو كاب هولدرز اللي جنبي، الازازة الكبيرة دخلت كويس، وكمان خدت اكيد الازازة الصغيرة. كمان هتلاقي هنا في مساحة تخزين كبيرة باتر فلاي، ومساحة التخزين دي من احلى مساحات التخزين الموجودة في العربية، اكبرهم واحلاهم. كمان هي بتفتح وتقفل باتر فلاي، وكمان فيها تبريد. كمان هتلاقي في مساحة تخزين هنا عند الفتيس، ممكن تحط فيها مفتاح العربية. كمان هنا هتلاقي مساحة تخزين بتاعة الموبايل، وهي في نفس الوقت هي الوايرلس تشارجنج. وهتلاقي في مساحة تخزين قدامها برضو صغيرة مش كبيرة. هتلاقي هنا في مساحة تخزين، بس هنا دي مساحة التخزين دي أصغر مساحة تخزين في العربية، مع إن في العربيات التانية دي بتكون أكبر مساحة تخزين. هتلاقي في البيبان عندك مساحتين تخزين. تعالوا نبص بقى على المساحات الخلفية. لو جينا فتحنا الباب هنا مش بيفتح ال85، هو بيفتح أقل منها. الدخول هنا بقى مريح. العربية المساحات الخلفية بتاعتها جامدة جدا. مساحات الرجل في فراغ كبير جدا، أنا طولي 174، وبرضو الهيد روم في مساحة كبيرة، فالعربية تاخد 10 من 10 في المساحات الخلفية. كمان لو جينا بصينا على تجهيزات الكنبه، هتلاقي فيه جلد نابا، وفي ستيتشنج حلو جدا ومريح. هتلاقي كمان اماكن التخزين هنا في ارم ريست، في تو كاب هولدرز. هتلاقي هنا في فتحات للتكييف، وفي شاشه تقدر تتحكم منها. اماكن التخزين هتلاقي في الكرسي اللي قدامك. هتلاقي في البيبان في مساحتين تخزين، وكمان هتلاقي فيه ايزوفيكس عشان كرسي الاطفال. خليني بقى اقول لكم العرض اللي موجود على الدي اس 7. الدي اس 7 العرض اللي عليها موديلات 2024. هتلاقي العرض موجود على الفئه الثانيه الريفولي المفروض ب 2,800,000 بتاريخ النهارده 27/4. هتلاقي ان هي نزل عليها عرض بدل 2,800 2,700 بس كاش. كمان عليها عرض تقسيط ان انت تدفع 50% كاش، وال50% الثانيه ان انت تقسطهم بدون فوائد على سنه. الدي اس 7 مناسبه لمين؟ مناسبه لو حد مش فارق معاه اعاده بيع، ولو حد بيحب التميز. يعني بصوا على شكل العربيه مميز جدا من قدام ومن ورا، وكمان الخامات الداخليه بريميوم. فلو حد بيفرق معاه الخامات البريميوم، الكرسي النابا بالمساج بالتبريد بالتسخين، فالعربيه دي مناسبه جدا ليك. في الاخر خالص، هل اشتري العربيه ولا اخليها شورت ليستد ولا ما اشتريهاش اصلا؟ خليني اقول لكم ان انا العربيه الدي اس 7 عجبتني وهخليها شورت ليستد. اكتبوا لي بقى في الكومنتس ايه رايك في الدي اس 7 الجديده، وهل تشتريها ولا لا.